السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا لاباس عليكم وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم فيديو جديد غادي نحضر فيه معكم وصفه ديال الكريب مالحين. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في الوصفه، عندي هنا زلافه ديال الفورص، عندي نص ديال الحليب، جوج بيضات، غادي نحتاجو شويه ديال الزبده مذوبه تقريبا واحد معلقه كبيره. هنا عندي شويه تاع القزبون معدنوس مقطعين وشويه الملحه مع شويه ديال البزار. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه البيض هو الاول. المهم تقريبا انا في الخلاط غادي نجمعوا جميع المكونات، يعني اللي سبقته هي هذيك. هنا غادي نضيف الزبده بعد ما ذوبناها، عندك من معلقه حتى لجوج معالق كبار. صافي غادي نضيف عليهم القزبون والمعدنوس، وغادي نضيفوا الحليب. بالنسبه لأنا هاد جوج كيسان راه كيعادلوا ليا نص ديال الحليب. صافي وغنديروا الفورص، دقيق ديال الفورص، وفي الاخير غادي نضيفوا الملحه مع البزار. صافي غادي نخلطوا المكونات كامله في الخلاط الكهربائي. صافي كنبقى نحرك هكا بالمعلقه، الا بانت ليا شي حاجه باقا لاصقه في الخلاط كنحركوها وكنعاودو ثاني نستمروا في التحريك باش تخلطونا المكونات كامله مع بعضياتها. دابا غادي ناخذوا اناء، غادي نفرغوا فيه الخليط اللي خلطناه، غنخليه غير واحد شويه يرتاح، وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الكريب المالحين. بالنسبه للحشوه فعندي هنايا جوج قطع ديال الفرماج، عندي هنايا الزيتون مقطع، عندي جوج علب ديال الطون بالزيت، وعندي فلفله، وعندي حبه ديال البصله. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نشلدوا البصله. غادي نديروها هي الاولى تشحر لينا في البوطه، وغادي ندوزو باش غادي نقطعوا الفلفله. صافي هنا غادي نديرو الفلفل حتى يتشحر. بالنسبه للتوابل كندير غير شويه ديال الملحه مع البزار والزيت. هنايا غادي ندوزو باش غادي نطيبوا لي كريب. ومن بعد ما وجدت كلشي، وجدوا لنا لي كريب، وجدت لينا الحشوه. صافي دابا غادي نبداو نعمروا فيهم. بالنسبه للحشوه راه ضفت عليها الطون وضفت عليها الفرماج والزيتون مقطع. صافي وخلطت مزيان حتى نسجموا ليا المكونات هكذا مع بعضياتهم. دابا غادي ندوز باش غادي نبدا نعمر لي كريب. كنهزو هكذا معلقه حتى لجوج معلقات وكنبقاو نطويو. ممكن نتوما ديروهم هكا مربعين، ممكن تطلبوهم بحال شكل ديال السيكار، اولا ديروهم بشكل المثلث. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار ديال اي حاجه بغيتوها ديروها في هكا في المنظر ديالهم. صافي غنبقى مستمره تقريبا بنفس العمليه حتى غنكمل الكميه اللي عندي. ممكن الا بغيتوهم يجيو في لذة احسن وزوينه، ممكن تضيفوا شويه ديال الفرماج الاحمر محكوك، اولا تضيفوا الفرماج الساندويتش، ديروا وحده هكذا في الوسط ديالهم، وحتى هكا راه كيجي زوينين، ماشي زعما كيجيو خايبين، غير الا بغيتوا ديروا اضافات اخرين. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم. بسلام عليكم، مع وصفه جديده ان شاء الله.